بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم أحمد علي بالفرقة الأولى كلية تجارة جامعة طنطا. وإن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين بنكمل شرح برنامج FIT سوفت الحسابات التجارية. وزي ما حضراتكم عارفين البرنامج من تصميم وبرمجة المهندس ياسر السوسي، وأنا معكم المسوق للبرنامج إن شاء الله. وسنكمل الشرح من التقارير المالية وبدايتنا من أرباح كاملة للشركة. سنأتي باسم المستخدم وليكن أنا مثلا الكل. أرباح كاملة للشركة على اسم المستخدم جاب لك اسم المجموعة، اسم الصنف، المشتريات، المبيعات، قيمة المرتجعات، قيمة مرتجعات المبيعات، قيمة المخزون، ثم الأرباح النهائية. وهنا حاجات تفصيلية، أرقام نهائية هنا، وتقدر تعمل طباعة. تقارير بأرباح كاملة للشركة، وتعمل هي برنت ريبورت يعني طباعة التقارير. عايز نعمل بالصنف، بنعمل برضه عرض الكل، وبيتم الطباعة عادي خالص زي ما طبعنا باسم المستخدم. هنخش على الحركة المالية لصنف. قبل ما هنختار الكل ونعمل له عرض، وزي ما حضراتكم شايفين اسم المجموعة، اسم الصنف، وقيمة المشتريات، قيمة المبيعات والمرتجعات ومرتجعات المبيعات، وقيمة المخزون منه والأرباح، ونعمل له طباعة زي ما حضراتكم شايفين برضو. نخش على دخول وخروج مبالغ، يعني الخزنة بمعنى صح. هنعمل عرض قيمة المبيعات، تخش الخزنة مدينة، قيمة مرتجعات المبيعات ما دفعتش على المبيعات، مدفوعات الموردين دفعت الموردين، ومدفوعات العملاء ومصروفات، يبقى الإجمالي اللي في الخزنة كده، وتطبع عادي خالص. قيمة المبيعات مرتجعات يبقى قيمة المصروفات كذا، وبيديك الإجمالي بتاع اللي في الخزنة وتطبع عادي. وبكده نكون وصلنا لنهاية التقارير المالية. كما تعلمون أن هذه هي النسخة الميني، بينما النسخة الجراند بها زيادات وكل على حسب طلب العميل. فمثلا هذه النسخة سعرها الحالي 1500 جنيه. النسخة بعد ما تطلب والتعديلات، واحنا مع حضراتكم في اي استفسار. وزي ما انتم عارفين الخدمة ما بعد التسويق وما بعد البيع، وليست ما قبل البيع، لأن هيواجهكم أكيد مشاكل في الحسابات وكده، فهنضطر نزود لكم، هنضطر نضيف حاجات كده، هنضطر نخش محادثات تيم فيور. وما تحرجوش اتصال على الأرقام اللي هتظهر إن شاء الله أسفل الفيديو على اليوتيوب. وإن شاء الله تتابعوا صفحات البرنامج على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.